تبدأ الحلقة بمطاردة مثيرة يقودها فريق هاي كارد للقبض على جايسون حامل بطاقة جاك القلوب. بطاقة جاك القلوب تمنح جايسون القدرة على الطيران، مما يجعله خصماً صعب المراس. رغم خطة محكمة من الفريق، ينجح جايسون في الهروب. نرى فين وكريس في حوار بسيط أثناء توجههما إلى العمل. فين يعاني من كوابيس متكررة تتعلق بالفارس الأسود، شخصية غامضة تظهر في أحلامه. كريس يحاول التخفيف عن فين ويذكره بضرورة التركيز على المهام الحالية. يظهر توتر في العلاقة بين أعضاء الفريق بسبب الضغوط المتزايدة من السلطات بعد كارثة الموسم الأول. الشرطة تقوم بمداهمة أحد مقرات عائلة كلوندايك الإجرامية. المداهمة تتحول إلى كارثة عندما يتم تفعيل فخ متفجر يودي بحياة العديد من الضباط. تشوجر، إحدى الشخصيات الرئيسية، تنجو بأعجوبة، ولكنها تدخل في حالة من الصدمة. ليندسي، إحدى الشخصيات الغامضة، تلتقي بفين وتكشف له تفاصيل عن ماضيه. نكتشف أن عائلة فين قتلت في حريق غامض عندما كان طفلاً. الناجي الوحيد، فين، كان يحمل بطاقة لاعب غامضة، مما قد يربط قدراته بقوى البطاقات. هذا الكشف يضع فين في حالة من الصراع النفسي. يتم تكليف الفريق بمهمة جديدة في حديقة هوكنز الوطنية. الهدف التحقيق في ظهور وحش غامض يتسبب في حالات اختفاء بين السياح. أثناء المهمة ينفصل فين عن الفريق ويجد نفسه وحيداً في مواجهة الفارس الأسود الذي كان يظهر في كوابيسه. الفارس الأسود يتضح أنه ليس مجرد كابوس، بل تهديد حقيقي. يمتلك قوة هائلة ويتحدث عن مصير فين وعلاقته بالبطاقات. المواجهة تتطور إلى قتال، حيث يظهر كريس في اللحظة المناسبة لإنقاذ فين. الثنائي يضطر إلى الهروب بعد أن يدركا أنهما ليسا مستعدين بعد لمواجهة هذا الخصم القوي.